تخيل إنك وصلت للمرحلة النهائية في مقابلة عمل لأهم شركة في العالم. الراتب خيالي والمميزات لا تصدق. دخلت الغرفة ومعاك 7 أشخاص غيرك، قعدت على مكتبك وقدامك ورقة بيضة. المراقب يدخل ويقول جملة واحدة بس: قدامكم 80 دقيقة للإجابة على سؤال واحد فقط. وبعدها يخرج ويقفل الباب. يبدأ الفيلم بتمن مرشحين لوظيفة في شركة غامضة. قبل ما يبدأ الاختبار بيدخل المراقب ومعاه حارس مسلح، بيتكلم بصوت هادي لكن كل كلمة واضحة: مرحبا بكم في المرحلة النهائية في عملية التوظيف. لديكم 80 دقيقة، لكن هناك 3 قوانين. القانون الأول: لا تتحدث إلى المراقب ولا الحارس. القانون الثاني: لا تفسد ورقتك الامتحانية سواء بقصد أو بدون قصد. القانون الثالث: لا تغادر القاعة لأي سبب. إذا خالفت أي قاعدة سيتم استبعادك فورا. لديكم الآن 80 دقيقة لتحديد ال80 عام القادمة في حياتكم. واحد من الشخصيات قرر يدي لكل واحد لقب بناء على شكله، ودول هم أبطال قصتنا. وايت: شخص ذكي لكنه أناني ومتلاعب، وهو اللي بيحاول يسيطر على المجموعة. بلاك: شخص هادي وقوي بيحاول يحافظ على أخلاقه وسط الفوضى. بلوند: ذكية، دقيقة الملاحظة، وعندها قدر عالي من الإنسانية. براون: شخص متشكك وعنيف أحيانا. برونيت: واثقة من نفسها لكنها بتقع في فخ التوتر. دارك: غامضة وعندها معلومات سرية عن الشركة. ديف: شخص لا يتحدث ولا يتفاعل معه. وأخيرا كانديديت 2 أو الصينية، ودي أول واحدة خرجت من الاختبار لأنها حاولت تكتب على الورقة قبل ما تفهم اللعبة. بمجرد ما بدأ الوقت الكل اكتشف إن الورق أبيض. هنا بدأت الصراعات: هل السؤال مكتوب بحبر سري؟ بدأوا يجربوا كل حاجة. عرضوا الورق للإضاءة القوية، استخدموا سوائل الجسم، عرق ودموع، لدرجة إنهم كسروا رشاشات الحريق عشان يبلوا الورق. لكن مفيش فايدة، الورق لسه أبيض. مع مرور الوقت التوتر بيزيد والجانب المظلم لكل شخصية بيظهر. وايت بيبدأ يستغل القواعد عشان يطرد المنافسين واحد ورا التاني. بنكتشف إن العالم بره بيمر بوباء خطير، والشركة دي هي اللي عندها العلاج، وده اللي مخلي الوظيفة مسألة حياة أو موت. بنشوف تعذيب، خيانة، وحتى محاولات قتل، كل ده عشان إجابة سؤال هم أصلا مش عارفين هو إيه. وايت في تلاعبه وادعائه معرفة السؤال دون الكشف عنه يقوم بلاك بضربه وتأييده على الكرسي في محاولة لوقف سيطرته وكشف حقيقته. في اللحظة دي يتوسل وايت للحصول على دوائه، مما يلمح إلى إصابته بالوباء الذي تعالجه الشركة. ثم يقوم براون بتعذيب دارك بسبب معرفتها الواسعة بالشركة، لإجبارها على الاعتراف بأنها تعمل لصالحه. برونيت وديف تم استبعادهم بواسطة وايت، الذي استغل حالة الفوضى والتوتر وخلي الورقتين بتوعهم بانوا كأنهم تلفين، مما أدى إلى استبعادهما بحجة مخالفة القاعدة الأولى. مع العلم إن ديف كان له دور أكبر بكتير هيتم الكشف عنه لاحقا. دارك تم استبعادها بعد أن أجبرها براون على الكشف عن معلوماتها عن الشركة، ثم تحدثت إلى المراقب طلبا للمساعدة لإنقاذ وايت، وبذلك خالفت القاعدة الثالثة. براون أجبره وايت على مغادرة الغرفة تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى استبعاده لمخالفته القاعدة الثانية. وايت في اللحظة الأخيرة وبعد أن ظن أنه فاز ارتكب الخطأ القاتل وتحدث إلى المراقب مباشرة ليتم استبعاده هو الآخر لمخالفته القاعدة الثالثة. في الدقايق الأخيرة ما بيفضلش غير وايت وبلوند وبلاك. وايت بيفتكر إنه فاز بعد ما طرد الكل، لكنه بيغلط غلطة قاتلة ويتكلم مع المراقب. بلوند بتفضل لوحدها في الغرفة وبترجع تفتكر أول لحظة في الاختبار. بتستخدم نظارة الشخص الأصم وقطعة زجاج مكسورة، وبتكتشف جملة مجهرية مكتوبة في ركن الورقة: كويتشن 1، السؤال الأول. بلوند بتفتكر إن المراقب قبل ما يخرج سألهم جملة واحدة بس: any question، هل لديكم أي أسئلة؟ الإجابة كانت ببساطة no. بتقول الكلمة دي للمراقب، وهنا بتنتهي بلوند اللعبة. بنكتشف أن الشخص الأصم هو في الحقيقة صاحب الشركة نفسه، وكان بيراقبهم طول الوقت عشان يختار الشخص اللي عنده الرحمة ودقة الملاحظة والقدرة على اتخاذ قرار صعب، وكل ده تم توفيره في بلوند. وده كان ملخص سريع لفيلم إجزام.
اكتبوا لنا في التعليقات لو عجبكم.